طبعا الحمد لله رب العالمين. اول شيء اليوم حققنا المراد، تاهلنا للدور الاربعه. الشباب ما قصروا الحمد لله رب العالمين، تكاتف الجميع، الاداره والطاقم واللاعبين نفس الشيء، وان شاء الله فعلنا البطوله. طبعا احنا حضرنا البطوله صار لنا فتره طويله، والحمد لله رب العالمين هذه نتائج وثمار البطوله طلعت اليوم الحمد لله رب العالمين. اشتغلنا تقريبا لمده شهر البطوله. الحمد لله رب العالمين. يعني الشباب خلاص، الشباب يعني كانوا كثير مجتهدين في البطوله، والحمد لله. يعني انا صراحه فخور في اللاعبين، لان العمل اللي نحن قاسين عملناه في الفترات الماضيه الثمار اللي قاسين نحصلها الحين. يعني التحكيم هذا جزء من اللعبه، الاخطاء تحصل يعني في كل مباراه، لكن الحمد لله رب العالمين توفيق من الله سبحانه وتعالى حصلنا على المراد. عندنا اصابات يعني، بس ان شاء الله الشباب راح يشتغلوا عليها، والطاقم ما بيقصر مع اللاعبين على اساس نكون جاهزين، يعني لان هدفنا نحن البطوله والصعود الى ابو ظبي والى مايوركا ان شاء الله. سبب لي ضغط زياده، لان الفرق الثانيه راح تعمل لي حساب اكثر، لكن انا قدها اول شيء كمدرب، والشباب ان شاء الله بيعطوني الافضل. والله اول شيء لنا الفخر ان نمثل شركه ابراج خدمات الطاقه. فيها اكثر من 2500 موظف، فيها لعيبه ومهاريين كثيرين، لكن ان شاء الله راح نكون فريق اقوى. وحاليا نحن لنا الفخر ان نمثل شركه محليا ودوليا. من ناحيه المباريات فزنا 3 مباريات توفيق من رب العالمين، وان شاء الله البطوله. اصعب مباراه صراحه، كل المباريات كانت صعبه، كل مباراه لها ظروفها. في عندك الثقه الزايده، ولا عندك الضغط النفسي، ولا عندك في بعض اللعيبه يريدوا يبرزوا انفسهم، لكن الحمد لله كل مباراه لها ظروفها، وكل ظروف لها احكامها ان شاء الله. اصعب فريق اقدر اقول يمكن فريق دليل إيه؟ مثل ما يعرف الكل ان الدور 8 لا يقبل القسم على 2. فبدايه الشوط الاول كان في تحفظ من الفريقين، من فريقنا وفريق بنك مسقط، وكان الاداء طيب. الشوط الثاني دخلنا بنفس الرتم، وكنا مصرين على الفوز، لولا في اخطاء بسيطه من ضمنها اللي هي الخطا الحكم، اللي احنا نعتبره خطا يعني من وجهه نظرنا وواقع. تسبب علينا جول. بعدها حسينا خلاص بدأ الفريق يعلي الرتم، فمعروف في كرة القدم تعلي الرتم زيادة، الخصم يستغل أنصاف الفرص، فتقبلنا الهدف الثاني. لكن بعد كان الشباب ما قصروا واشتغلوا، وحاولنا نرجع بالهدف الأول اللي على بنك مسقط، لكن للأسف الوقت ما أسعفنا، وهذه المباراة فيها فوز وخسار، والدور 8 لا يقبل القسمة على 2. وحنا لعبنا في الشوط الأول بتكتيك اللي هو مدافع، على أساس أن نستنزف قوة الخصم، ولكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. غلطة بسيطة كلفتنا الخروج من الدوري، لكن مكسبنا الكبير أنه تجانس الشباب، ما كنا يعني الفريق السهل من قبل بنك مسقط. فإن شاء الله في البطولات الجاية هيكون في انسجام كثير، في شغل كثير معانا ينتظرنا، وإن شاء الله نكون في البطولات.